بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتنا قناة يوميات مربي بنجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد. طبعا كلنا فاكرين العشة دي اللي كنت مخصصها لمرض نيوكاسل، والفيديوهات موجودة عند حضراتكم في القناة، الناس اللي متابعانا في قناتنا قناة يوميات مربي. ولكن انا دلوقتي حاليا فصلت الذكور عن النتايات. يعني اللي امام منكم دول نتايات، في بعض الذكورة اللي انا حبيت ان انا اخد نتاية مع ذكر، فحطيت كام ذكر كده عشان اخد كام جزء متجاوز من النتايات اللي موجودة هنا. ففي تقريبا 4 ذكورة من ضمنهم الذكر الاسود اللي انتم شايفينه ده، او حوالي 5 ذكورة بس، والباقي كله نتايات. وطبعا حبست الذكور لوحدهم طبعا عشان اعمل عملية تريح شوية للنتايات دي. طبعا اكون غذيتها شوية، وبعد كده باذن الله ابتدي اختار الذكر اللي انا عايزه للنتاية اللي انا برضو محتاجها. يعني بنبتدي نعمل عملية عزل بحيث ان انا ابتدي انقي النتايات اللي انا محتاجها مع الذكورة اللي انا محتاجها برضو، واوفقهم لبعض، او نعمل لهم عملية التزاوج الاجباري اللي احنا بنعملها للحمام. بسم الله ما شاء الله. زي ما شايفين حضراتكم كده، طبعا في اهم حاجه مواعيد الاكل. طبعا ما تبتديش تغير ميعاد الاكل، ثبت ميعاد الاكل، وشوف انت هتحط وجبه او وجبتين او 3 في اليوم. ولكن اهم حاجه ان انت بعد ما الحمام ياكل تقشط الكلفه من امام الحمام عشان تعمل عمليه اشتياق للوجبه اللي بعدها. الحمد لله رب العالمين، احنا يعتبر صفينا الحمام بتاعنا، سيبنا كميات بسيطه عشان نقدر ناكل. طبعا كلنا عارفين ان الكلفة سعرها ارتفع، الحبوب كلها سعرها ارتفع، فلابد ان انت تعمل عملية تصفية للحمام اللي ملوش لازمة. نبتدي طبعا نستبعده، والحمام الكويس نبتدي ان احنا ناكله كويس ونهتم بيه، بحيث ان انت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتربح من وراه. بسم الله ما شاء الله. طبعا شوية نتايات حلوين اهم، في كام ذكر زي ما قلت لحضراتكم كده. بمجرد ما ياخد نتاية ابتدي اخد الجوز واحبسه في العشة التانية لوحدهم، وابتدي ان انا اختار ذكور للنتايات اللي موجوده دي. بسم الله ما شاء الله. طبعا اهم حاجه احنا زي ما شايف حضرتك كده، انا بحط الكلفه ومهتم بالحمام بتاعي ان الكلفه بتبقى وجبه متزنه، وكمان فيها جميع العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها فرد الحمام. وطبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، اهم حاجه شويه الميه النظافه اللي احنا بنحطهم للحمام. ان شاء الله باذن الله ننظف العشه كده ونطهرها بالدير. طبعا النظافه مهمه جدا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان انا الفتره اللي فاتت كنت تعبان شويه، فطبعا اهملت شويه في الحمام. ولكن ان شاء الله باذن الله راجعين تاني ننظف مع بعض ونظبط العشه بتاعتنا ونهتم بالحمام بتاعنا. يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم. يا رب اللي لأول مرة يشاهد قناتنا قناة يوميات مربي ينزل حالا دلوقتي يشترك في القناة، يفعل زر التنبيهات زر الجرس عشان يوصلك كل شعار من قناتنا بالفيديو اللي احنا بننزله. اللايكات الجميلة أولا، اللايكات بتاعتكم بتساعدني، ثانيا بترفع من شأن القناة اللي هي قناتكم قناة يوميات مربي، وبترفع من شأن الفيديو اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.